تعال اقول لك على 5 لعيبه عالميه اترفضت من النوادي في بدايه مسيرتهم. اللاعب رقم 1 من احسن واسرع واقوى اللعيبه على مستوى العالم، كيليان امبابي، اللي اترفض من نادي تشيلسي في بدايه مسيرته ودلوقتي بيلعب مع ريال مدريد. اللاعب رقم 2 اللي ساهم بشكل كبير بفوز فرنسا بكاس العالم 2018، انطوان جريزمان، واللي كان بيلعب في بدايه مسيرته مع نادي ليون واستغنوا عنه بسبب انه قصير. اللاعب رقم 3 فتى مانشستر يونايتد راشفورد، اللي كان ساكن جنب ملعب المان سيتي وراح الاختبارات ورفضوه، بعديها انضم لاكاديميه مانشستر يونايتد ومن ساعتها بيلعب في النادي. اللاعب رقم 4 اصغر لاعب فايز بالبالون دور رونالدو الظاهره، اترفض في بدايه مسيرته من النادي اللي كان بيلعب فيه، فقرر يسيب الشغلانه دي ويبقى مشجع كوره بس، وكان بيشجع نادي فلامينجو لحد ما دعوا له الاختبارات واللي ادهش فيه الناس كلها، لكن من سوء الحظ تاني اختبار ما كانش معاه فلوس المواصلات فرفضوه. رقم 5 اللاعب المصري محمد صلاح، والسؤال هنا تفتكر محمد صلاح اترفض من انهي نادي؟ وعايزك تكون فاكر ان الرفض ده مش نهايه حلم، الرفض موجود عشان تتطور وتبدا من جديد. خليك مؤمن بنفسك وبقدراتك، واهم حاجه ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.